الحاج أخوي اسمعني. هذا الحاج لا يمكن الوصول إليه حاليا. الحاج مزكر. الحاج مزكر تأليف عبد الناصر الطايف أحمد، الإخراج عثمان علي الفكي. الهيكلة الليلة جاتنا الهيكلة، كيس الموز هناك في الهيكلة، والبرتقال في الهيكلة، الجداد والضان في الهيكلة، المربى والأجبان في الهيكلة، ما تخليك جبان الهيكلة، والويكة كيف الويكلة الويكة دي دستورية ولا شنو يا حاج مسعود؟ اثنين، العيش والويكة ديل فوق للقانون، ديل خط أحمر، يعني خارج إطار التشوهات الاقتصادية. سمح المواصلات كالداري والمجاملات. ما في مجاملات، لأن المجاملات دي هي التشوهات في وجه الاقتصاد. يعني الأولوية القصوى للعيش. أنا مع النظرية اللي بتقول ما أحلى من العيش إلا العيش. سمح انت نسوانك 4 وعايش عزابي في الخرطوم ليه؟ 4 دي بقت في الكورة ما في. والله يا قلمك مشرع للشطب ولا شنو؟ معلش هو قرار صعب، لكن لابد من إزالة التشوهات. المرأة الكبيرة بتعيش معاه بناتها، لكن الثلاثة الباقيات طبعا العروس الجديدة مقص الهيكلة ما واصلة. البند الأول في الميزانية البهاب شمنو الكلام المعاشيات. شكلكم كده ماشيين الحلة وقايمين بدري 6 إلا. خلاص عليكم والله عندي وصايا. نحن عارفينك ما بتتوصى، عشان كده قلنا نغشاك. انت جاهز؟ يا يوم ما كان جاهز. بس عليك الله، يعني حاجة ثقيلة مش شايلنا ليها. لا ما في حاجة، قروش وحاجات صغيرة. القروش والوصايا الشفهية دي اديني لي انا، والحتش اخونا ده ادي لي طوال ان شاء الله بيتكفى بها هو. كرتونة وكيس كيسين لا بأس، ومن هناك بنجيب لك كراتين اللابرة ومستلزمات الشهر الكريم. والله المرة الجديدة طلبها غالي وما يرخص إن شاء الله فواكه وخس. والله دويليف صغيروني كده 6 ضلفة. امسكوا الخشب. انت يا مسعود العدالة الاجتماعية دي مهمة. النسوان الأفنى زهرة الشباب في خدمتك وخدمة عيالك، غشفتهن خليتن على الكسرة والويكة والجديدة جايب ليها خشب الموسكو. شوف عليك الله دولك المسخوط 6 ضلفة وقال لي ويليب، امال لو قال دولاب يكون شنو؟ بيشوه الخطة الربع غرنية. دولابك ده اخوي تتعنقل معاه براك، ونحن بنبشر ليك بنقول لها دولابك وصل. انا اصلا جاي يوم الخميس والليلة الثلاثة الشي صبر يبل الدولاب، اقصد يبل الابرياء ما في. المرة الجديدة استعجلته بخطاب هام وعاجل وخطير، يا الدولاب يا بمشي اهلي. ما تمشي يا هلا، يعني ما تاني براب تجي أزالنا نحن أهل الخبرات الطويلة. المرة كان قالت لك ما اشتبيت ناس أبوي يا داب ما حلت لها القعدة. الدولاب ده أنا بحلف عليكم توصلوا لي. هاي لكن دولابك ده معناه نركب معاه في الدفار. ما بدفع لكم حق المواصلات. والله نحن عارفينك كمات ال3000 تدفع لين حق المواصلات. سامح نحن الدولاب ده نوديه للمرة الكبيرة. المرة الكبيرة رقبتها في الجبيرة. مالك كاسر رقبتها يا أخي؟ هيكني شو الزول ده، شو الزول الكعب ده؟ من هاضر معاك يا أخي، عارفين الميل القلبي. مع الدولاب يكون في غنماية تكورك فينا من الخرطوم للحلة. ثاني قروش. القروش ديل ناويني ليه هنا ندى، جيبين جاي شوفتين بتريحني بالحيل يا اخوي. بينشلوك منوف اللي انت بتسرح. القروش ديل تسلموه لها في يدها، اول ما تستلموا منكم اضربوا لي تلفون قولوا لي سلمناهن. القرشين هن كم 600,000. يعني المرة الجديدة تاخذ لها دولاب ب3 مليون جنيه، ونسوانك ال3 ترسل لها 600,000. انتوا المرة الجديدة دي مالكم مالها، اخذ لها دولاب ب 300 ولا ب3 مليون اتنازل لها عن حواشي، انتوا مالكم. ال600 ديل يعني كل مرة 200,000 ولا كيف؟ لا ما كده يا منوب، اللي بالمنطقة المرة الكبيرة مليانة شفع منطقيا لها نصيب الأسد من القروش. يا جماعة الوصية وين؟ في الذمة. الدولاب والقروش للعروس، والباقيات ياخذ نسنا فيه قبول ولا كيف؟ هي مستعجلات على المصاريف. ما الدنيا خريفة، كان قاعد مطر والشارع قفل، الحل كيف؟ زمام بيشري جبنا لك دولاب تمام. شيلوا الكرور بتاعكم ده من هنا. كرور؟ نحن نكركر ونجرجر ونحاحي من الخرطوم، ووصلنا في يوم تقول لي شيلوا الكرور ده من هنا يا مرة؟
وشيلوا 600 دي بردها ما عايزاها. يا مسك الدولاب وناولين الاتعاب، خلينا اتخارج. الستايل بتاع الدولاب ده ما اللي عايزاه انا. هوي اول شيء اسمه الديزاين ما الستايل، وبعدين سيكولوجيه المره الثالثه دي انا بعرفها. شفت العاطفه الزايده كلها زايفه، عاطفه تسيير. اعمل حسابك فشر. يعني انت الاولى في دوري الاربعه. هات شيلوا دولابك ده ولا نطرحه في برنامج من سيربح الدولاب. والقروش ما محتاجه ليهم. راح منوبلي ارفع الدولاب، وانا برفع التقرير مصير لمسعود العصير. بالترواب قولي هوي دولاب. هات الرسوم والادعاب. دولاب والله قلبي قايل لي جايك دولاب. دولاب و600 تاني في جنيه فقط لا غير. والله عرفتك يا مسعود الحسود، غير بالترباب في الدنيا دي ما بتلقى باب. الدين ما في العتاقي والشجر الكبار فيه السمق. لكنها بالترباب الاشاعات دي صح. مسعود ده يعرس له بنت 20 ويطلق النسوان اللي اكتسبن الخبره في معترك الحياه. مسعود ذات الضغط والسكري خلى فيه شنو؟ يعني انت مقص التغشف ده ما بهبشك؟ انا بعد السكري ده غيري ما بيلقى. عشان جاب لك الدولاب. لها دولاب شنو؟ ما كدي. كيف؟ هو ما عنده السكري. هاي قاعد يقول لي حل مسيخة دي. كنتم مع جمال عبد الرحمن، عبد العظيم أحمد عبد القادر، سعاد محمد الحسن، زكية محمد عبد الله، سيد أحمد محمد الحسن، وفاطمة إبراهيم جمعة. التسجيل والمونتاج وحيد جمال.